الله 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 الله. لو بتخاف من عربيات الكهرباء والبطاريات وبتاع فاتفرج، هوريك تجربه عمليه لبطاريات بي واي دي ونشوف بقى هتولع وتولعش والقصه دي. يلا بينا. بطاريه بي واي دي ودي البطاريه الليثيوم العاديه. دلوقتي هو المفروض هيخرم البطاريتين. دلوقتي هو خرم البطاريه بتاعت بي واي دي وخرم البطاريه العاديه. المفروض نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. يا عم يلا بقى لنا ساعه واقفين بقى. ستورج هتخلص، انجز. الله 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 الله. دي البطاريه العاديه، دي بطاريه بي واي دي. وغير الاختبار ده بقى العربيه تعرضت لاختبارات شرسه بصراحه. حطوها في فرن حرارته 300 وما حصلش حاجه، شحنوها زياده بنسبه 260% وما انفجرتش، وعدى عليها تريلا وزنها 46 طن وبرضه ما حصلش حاجه. الكلام ده مش من فراغ، ده بسبب الكيماويات اللي بتستخدمها بي واي دي. ده غير شكل البطاريه اللي شبه السيف، عشان كده اسمها بليد باتري، مش مربعه زي الباقي، دي طويله ورفيعه، وده بيخلي الحراره تتوزع احسن وما يحصلش سخونه مفاجاه وانفجار. السفريه اللي الواحد سافرها دي بجد علمته قد ايه بي واي دي تطورت وقد ايه هي وصلت لمستوى تكنولوجيا مرعبه، وعشان كده الواحد فرحان ان هي قريب جدا في مصر يبقى ليها توكيل رسمي منصور، وهنبتدي نشوف عربيات بي واي دي منتشره في مصر ان شاء الله.